باعت أسرها الأسطوري في أمريكا. النجمة العالمية أنجلينا جولي قررت تبدأ حياة جديدة بعيدة عن لوس أنجلوس، لكن حبها لمصر والفراعنة فضل ثابت، وده اللي ظهر في زيارتها الرسمية لمصر. اللي حصل إن الممثلة الأمريكية الأشهر أنجلينا جولي وصلت معبر رفح، النقطة الأساسية لنقل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وهناك استقبلتها السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبدأت تتفقد المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري. النجمة العالمية كانت حريصة على متابعة كل جهود الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وظهر اهتمامها الكبير بتفاصيل دعم القيادة السياسية لأهالينا في غزة على أرض الواقع. لكن في الحقيقة الزيارة دي مش الأولى لأنجلينا جولي لمصر، هي من زمان عندها حب كبير للتاريخ الفرعوني والحضارة المصرية القديمة. في منتصف 2012 زارت أنجلينا مع براد بيت مدينتي أسوان والأقصر، ورفضوا كل المقابلات الرسمية والإعلامية عشان يستمتعوا بالآثار والمواقع التاريخية. قضوا ليلة في فندق كاتاراكت التاريخي، وزاروا معابد فيلة وإدفو وكومومبو، وكمان قعدوا في فندق مطل على نيل الأقصر. حبها للتاريخ المصري موقفش عند كده. في 2021 نشرت صور الأهرامات على صفحتها على انستجرام، وأكدت إنها التقطتها بعرسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي جي آر اللي شارك في معرض الأبد هو الآن في مصر. وبعيد بقى عن السفر والترحال، أنجلينا قررت مؤخرا بيع قصرها في لوس أنجلوس. المنزل ده كان من أفخم العقارات التاريخية في المدينة، واللي اتبنى سنة 1913 بمساحة حوالي 11,000 قدم مربعة. القصر ده لوحده فيه 6 غرف نوم و10 حمامات وحدائق واسعة ومساحات ترفيهية. أنجلينا امتلكته في 2017 مقابل 24.5 مليون دولار، لكنها قالت إنه ما كانش بيساعدها. أنجلينا جولي قالت أكتر من مرة إن قلبها متعلق بمصر، وإنها بتحب آثارها وأهراماتها، وإنها طول الوقت بتهتم بالمساعدات الإنسانية اللي بتتقدم للشعب الفلسطيني، وإن حبها لمصر والفراعنة ده جزء من شخصيتها وعالمها الكبير. وده اللي خلانا نتابعها النهاردة وهي بتتفقد معبر رفح وبتشارك في دعم غزة عن قرب.